خلصت رحلتنا في ليتوانيا بعد ما قضينا كام يوم حلوين فيها وشوفنا جمال البلد، واخدت تاكسي ب5 يورو عشان يوصلني لمحطة الباص اللي هياخدني على لاتفيا عشان نكتشف لاتفيا مع بعض عاملة ازاي. تيكت الباص ب15 يورو للفرد والمسافة حوالي 5 ساعات. وقفنا في ريست عشان اللي عايز يشرب قهوة او ياكل، وهنكمل الطريق. والطريق الصراحة كان غاية في الجمال والروعة، طبيعة حوالينا في كل مكان. المشوار استمر 5 ساعات. وصلت ريجا عاصمة لاتفيا ونزلت في الاستوديو ده، ومأجر الاستوديو ده من البوكينج الليلة ب60 يورو، وقاعد هنا لمدة 4 ليالي نكتشف البلد مع بعض ونشوف كل حاجة فيها. تعالوا ناخد جولة في الاستوديو اللي انا مأجره ونشوف عامل ازاي. يلا بينا. ده باب الاستوديو كده، تعالوا ندخل. اهم حاجة قلعة الكوتشي عشان الناس سايبين الاستوديو نضيف، ولازم اسيبه برضو نضيف. اول ما نخش هنا على ايدنا اليمين ده باب الحمام زي ما احنا شايفين كده. ده الحمام فيه كل حاجة، وفيه بانيو كمان، وفيه غسالة. والفيو بقى بتاع الحمام زي ما انتوا شايفين كده. نفتح الدولاب ده زي ما انتوا شايفين كده. في هنا مكوى، في هنا لو عايز تغسل ملابس وتنشر الملابس عليها. هنا في بوتاجاز، وهنا في كاتل، وفي مايكرويف، في فرن كمان زي ما احنا شايفين. وسايبين زيت وشوفان وكوبايات وأطباق ومكنة قهوة. هنا في كبسولات للمكنة وفي شاي. أنا بحب القهوة جدا، فدي حاجة لطيفة جدا. وهنا التلاجة، وهنا الفريزر. هنا زي ما انتم شايفين ديزاين الاستوديو حاجة من الآخر. كنبة بتتفرد، تلفزيون كبير، ودي ترابيزة بكراسي، وده السرير. نتكلم في استوديو حوالي 38 متر، بس شايفين التنظيم بتاعه عامل ازاي. هنا ده زي شباك، نفتح ونشوف الفيو. زي ما انتم شايفين كده هدوء وروقان، وفي وسط السنتر. 60 يورو الليلة. الصراحة المكان هنا نضيف، مفيش أي حاجة، مفيش تراب. بعتولي على البوكينج بعد إذنك وأنت داخل الشقة اقلع الجزمة بتاعتك والبس شبشب، عشان إحنا بنحافظ على نظافة الاستوديو. فأنا زي ما انتم شايفين كده يعني سمعت كلامهم، لأن الناس فعلا صارفين على الاستوديو. مساحته صغيرة بس مصروف عليه. زي ما انتم شايفين كده حاجة روقان، وأنا هنا مش سامع أي صوت بره خالص. من الحاجات الحلوة جدا اللي لاحظتها في ليتوانيا ولاتفيا إن خط الإنترنت بيتباع في السوبر ماركت الأسبوع أنليميتد 4 يورو، وهنا في لاتفيا ب5 يورو. فالحاجة دي بتسهل لك أمورك إن أنت تقعد وتملى وتعمل انفورميشن والكلام ده كله بسرعة. بتدخل الماركت، بتشتري الخط وبتركبه في التليفون، بيشتغل معك الإنترنت. الجو هنا فعلا بارد، درجة الحرارة 8 والشمس طالعة شوية كده بس برد، واحنا المفروض في الصيف. الستايل هنا مختلف تماما عن ليتوانيا. هنا بتحس ان انت ماشي في العصور الوسطى، وعدد الناس كمان اللي ماشيين في الشارع قليل. شايفين كده تحسوا ان احنا ماشيين في العصور الوسطى، بس انا بحب الستايل ده. ده مطعم، وشايفين الديزاين بتاعه بره عامل ازاي. ده العلم بتاعهم اهو، وشايفين الديزاين بتاع المطاعم عامل ازاي. حاجة كده روقان من الاخر.
اللي ورايا دي كاتدرائية ريجا، وهنا العاصمة بتطل على بحر البلطيق، وعدد سكان العاصمة هنا 713 ألف نسمة. زي ما احنا شايفين كده البلد هادية وجميلة وفي روقان. المعمار هنا رهيب كده زي ما انتم شايفين، المباني والتصاميم عندهم حاجة من الآخر. الورد هنا في كل مكان، الأجواء روقان والشوارع رايقة ومفيش بعد كده الصراحة. تتفرج على الأفلام القديمة كده بتلاقي مواقع وبتلاقي بيوت بتحس اللي هي بيوت قديمة وتاريخية. أنا بتمشى حاسس إن أنا بتمشى في الأماكن دي بالظبط. زي ما شايفين كده المباني عاملة إزاي، حاسس إن أنا بتمشى جوه التاريخ. يعني الكنيسة اللي قدامنا دي من القرن ال 12 1225. بيبان المحلات بيبان البيوت هنا تاريخية، تحس إن باب بقاله 1000 سنة مثلا. قديمة زي دي كده على باب قديم وبيدخلك على كافيه. البيت اللي قدامنا ده اتبنى 1897. قدامنا ده متحف لاتفيا للهندسة المعمارية، اتبنى 1646. شايفين شكله عامل ازاي والباب بتاعه عامل ازاي. لاتفيا كانت عضو في الاتحاد السوفيتي سابقا واستقلت 1991 وانضمت للاتحاد الاوروبي 2004. زي ما انتم شايفين كده الاماكن السياحية في وسط البلد عاملة ازاي، والشوارع نظيفة جدا والاجواء جميلة والبلد هادية جدا وفي الروقان. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، واستنوا الفيديوهات اللي جاية من لاتفيا عشان هنغطي كل حاجة فيها. سلام.